زي ما حضراتكم شايفين ما زلنا معكم في حلقتنا من سوق واقف، وزي ما انتم شايفين كده الاجواء ممطره وفي شويه هواء حلوين كده في الموضوع، مقصرين مع المطره على الصوت اللي جوه الاستوديو. فمره تانية وثالثه بقول للناس تعذرنا اذا كان يعني الصوت عامل شويه دوشه، بس اجواء حلوه. يعني في الاول في الاخر انت عايش بقى جوه الموضوع، يعني انت موجود في ارض الملعب زي ما بيتقال. المطره بتمطر حواليك، تسمع صوت الرعد، تسمع صوت البرق يخبطك واحده ممكن يجيب اجل. محدش عارف بقى تدري نفسه باين الارض انت مين. انا مش عايز ابقى في الموضوع. الموضوع زاد قوي. طيب خليني اسالك، كنت بنتكلم على القايمه، اختيارات خط الدفاع بتشوفها ازاي؟ هل متوازنه ولا لا؟ رامي ربيعه، خالد صبحي، ياسر ابراهيم، محمد اسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، احمد فتوح. في افضل منهم دلوقتي؟ لا ما اظنش. يعني على مستوى خط الظهر كله اعتقد انه تمام يعني. بس كان نفسي في حاجه يا ابراهيم. كنا نعمل ماتشات وديه نشوف الناس دي نخليهم يلعبوا جنب بعض، يعني يبقوا بيشاركوا مع منتخب مصر، مش تبقى اول مشاركه ليهم تبقى بطوله الامم. كان لازم نلعب ماتشات. والله العظيم والله العظيم انا اشوف ان كان احنا عندنا مليون طريق تاني يا شيك. ليه ما جاش الكابتن حسام حسن؟ عشان احنا عندنا مشكله بين الجهازين اهو. لا سيبك من الجهازين. يعني انا قبل ما اعين الكابتن حلمي طولان في اللجنه الفنيه، انا لو مطمن الراجل ده اقول له يا كابتن حسام روح البطوله دي، انا عايزك تطلع لي 2 3 من المجموعه دي يلعبوا معاك في بطوله الامم الافريقيه. انت مش هتتحاسب يا كابتن حسام على الاخفاق في بطوله كاس العرب، انت مش هتتحاسب. انا لو كنت عملت كده على الاقل كسبت. يعني هي تونس عملت حاجه؟ عملت كده. ما تونس خرجت من الدور الاول، بس على الاقل تونس 10 لعيبه. بس على الاقل تونس استفادت انه علي معلول 10 لعيبه من اللي راحت الامم كانوا بيلعبوا. بس انت جهزتهم وشفتهم. جهزتهم، وفي نفس الوقت انا كمدير فني يعني حاسس انه انا مكمل يا جماعه. يعني انا مكمل. وانا كلاعب كوره يا ابراهيم، لو انت اول بطوله ليك او مشاركه ليك مع منتخب مصر تبقى الامم، ما انت ممكن القايمه دي ممكن تحتاج فيهم اي حد. بالظبط كده. هتبقى اول ماتش ليه في الامم، الموضوع صعب جدا. عشان كده الناس بتقول لي، بقول لهم انا شايف المسؤوليه مسؤوليه الاتحاد المصري لكره القدم. شايفين حد تاني غيره يا جماعه؟ لا طبعا. هو مين اللي بيخطط للكوره يا اخوانا؟ اهدى ما تزعقش خلاص. حاضر بقى. طب بس انا والله اصل العرق بينفر والله. اهدى ابو تريكه بيتفرج. هي اصعب حاجه الماتش اللي فات اللي انت اللي بتنرفز وانا اللي بهديك. واحد صاحبي بعت لي والله قال لي من علامات يوم القيامه انت اللي متعصب وش كمال اللي بيهديك. والله بص هقول لك على حاجه والله العظيم، عارف اكتر حاجه بتحز في نفسي ايه؟ ده ما عندكش اهم من منتخب مصر طبعا. ويمكن الناس اللي موجوده في الاستاد كانت محروقه قوي بزياده، لان هم شايفين اللي بيحصل في الملعب. شايفينه وبيسمعوا وسامعين اللي بيتقال، واللي اتقال ده احنا ما نقبلوش على سمعتنا الكرويه، على كبرياء. لو الماتش شغال. ايوه. مش كل حاجه مش كل حاجه انا قادر اقولها، بس انا طالع متضايق انا متضايق من اللي بسمعه. انت سامع وشايف اللي بيحصل، مش احنا اللي يتعامل معانا كده، يعني مش احنا. وجمهورك بيمشي وانت محطوط في موقف انت انا مش قادر اقبله على نفسي يا اخي. يعني انا مش قادر اقبله، فطبيعي ان انا ما ابقاش مبسوط. انا لو ابقى مبسوط بالمنظر ده بتاع منتخب مصر انا عندي مشكله. وانت لما تشوف المنظر بتاع انه معلش انا هو كلام كله في الكوره، بس لا انا ما اتغلبش 3-0. لا انا ما تعملش عليها جيم بالمنظر ده. لا ما تعملش عليها فطبيعي ابقى متضايق وطبيعي ابقى متنرفز. طيب خلينا نرجع تاني بقى للقصه. كان هيبقى في مكتسبات كتير اذا كان شارك الكابتن. طبعا واللعيبه دي هيبقى بقالهم كتير قوي يا ابراهيم ما بيلعبوش. انت اخر ماتش الناس دي لعبوه من قد ايه؟ بقالهم فتره كبيره ما بيلعبوش. هتعمل ماتش ودي قبل الامم، ما انت هتلاعب ال11 بالظبط، مش هتلاعب الناس اللي ممكن ما تشاركش معاك، فمش هتلاعبهم. لو احتجتهم هناك هيبقى له فتره كبيره جدا ما بيلعبش. او التجانس كمان يا ابراهيم، الناس دي ما لعبوش مع بعض قبل كده، فكان فرصه كويسه ان انت تاخد مجموعه تلعب بيها. طيب بس رامي ربيعه ضمن التواجد بشكل اساسي مع المنتخب ولا لا؟ يعني خلاص هو موجود وهيبقى جنبه حد تاني؟ احنا هيبقى خالد صبحي؟ ارجع لكل الماتشات مع كابتن حسام يا ابراهيم. رامي ربيعه
من الاعمده الاساسيه فاكيد هو اللي هيبقى بيلعب. وحد جنبه مين؟ خالد صبحي، حسام عبد المجيد، حد تاني، محمد اسماعيل؟ من طريقه كابتن حسام هو ما بيدخلش حد على المجموعه اللي بتلعب. ممكن هو جرب قبل كده هاني ممكن يلعب، ما جرب هاني ما لعبش حسام عبد المجيد، ما لعبش محمد اسماعيل، ما لعبش خالد لعب شويه في الاول بس بعد كده ما لعبش. فانت كنت لازم تشوف الناس دي وتجربهم. يعني انا نفسي اشوف حسام عبد المجيد بيلعب، محمد اسماعيل بيلعب، الناس دي لعيبه كويسه وماشيين كويس ويقدروا يساعدوا المنتخب. شيكا، مصطفى محمد لعب معاك في الزمالك قبل كده، يعني شايف ان مصطفى ممكن يكون اتاثر بالتصريحات اللي قالها كابتن حسام حسن ولا قفل صفحتها خلاص؟ بص يا ابراهيم، ما هو خلاص مصطفى ممكن يبقى الموضوع ده دافع لمصطفى انه يرد جوه الملعب. احنا كلاعب الكوره يا ابراهيم ساعات لما حد بينتقدك او بيقول عليك حاجه انت بتغل بينك وبين نفسك، فساعات ده بيبقى صحي ليك اللي انت بتقول عليا كده. طب انا هوريك. مين طلع احسن حاجه فيك لما قال حاجه عليك قبل كده؟ لا كتير. او انت في ناس مثلا بتبقى بتيجي شيكا مش بتاع تمرين، شيكا مش عارف ايه، فلما بييجوا يشوفوك بتتمرن وبتموت نفسك فانت بتثبت لنفسك اللي هو لا انا قادر العب. الناس دي بتقول عليا كده، طب انا هوريكم في الملعب انا اقدر اعمل ايه. فاتمنى من مصطفى محمد يقفل ودانه يركز، لان انت لعيب كبير جدا 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 جدا. انت الامم اللي فاتت كنت من اهم اللعيبه في الملعب، بتعمل مجهود مضاعف. ده حقيقي. فان شاء الله احنا عارفين انت ممكن تعمل ايه في الملعب، وانا واحد منهم اللي انا لعبت معاك وعارف الامكانيات اللي عندك. بس مصطفى من النوع اللي هو بيتعامل نفسي، وده اللي بيخليه يموت نفسه يا ابراهيم. فاتمنى كابتن حسام يتعامل نفسيا مع مصطفى محمد، هيلاقي واحد تاني في الملعب. ممكن نشوف اسامه فيصل، صلاح محسن، ولا هو هيبقى معتمد اكتر على مصطفى محمد في بطوله الامم؟ هو على طول الفترات اللي فاتت يا ابراهيم بيعتمد على كان اسامه، مصطفى سعد واسامه فيصل. هتبقى صلاح محسن لو احتاجه بقى لو حاجه حصلت. بس هو هيبقى مصطفى واسامه هم اللي، مع ان صلاح محسن لعيب كويس قوي، لعيب مختلف يعني. رغم التاهل لبطوله الامم الافريقيه ورغم التاهل لكاس العالم، الا انه الناس برضو لسه في مساله الاداء مستنيه اداء ممتع. هل تتخيل ان يكون في اداء ممتع في البطوله اللي جايه لمنتخب مصر، بطوله الامم؟ ولا فلتذهب المتعه الى الجحيم؟ اديني البطوله يا باشا في كيس وما تكلمنيش على المتعه دلوقتي. انت ممكن تلعب تيكي تاكا وتلعب كوره حلوه وتخرج من الدور الاول، ماشي. ممكن ما تلعبش كوره وحشه، تلعب كوره مش حلوه، كوره وحشه، وتاخد البطوله. يعني كانت الناس بتنتقد مستر كوبر اللي احنا الاداء بتاع المنتخب دفاعي والناس متحفظه، بس وصلك فاينل. بس عايز اقول لك على حاجه، عارف انت بعد وقت بيبقى عندك نضج حتى كمان على المستوى افكارك وعلى المستوى الاعلامي. هو الكوره اللي قدمها كوبر هي ما كانتش كوره وحشه، هي كوره ليها هويه اسمها هويه دفاعيه. حتى دي كمان كان ليها متعتها، ان انت بتعرف تدافع صح، طبعا بتعرف تعمل تحولات صح. بعد وقت انت مستوى نضجك بتبتدي تفهم انه ده في متعه في ان انا اعرف اوظف اللعيبه دي بالشكل ده وانقل الملعب بالشكل ده، فاعرف اكسب واوصل للي انا وصلت له. احنا عشان جايين من مدرسه الاستمتاع حتى الرمق الاخير مع كابتن حسن شحاته، فمش ما عرفناش نتقبل اي حد. بس هي الحقيقه ان احنا لازم نتقبل الواقع بتاعنا. الواقع بتاعنا كوبر عمل كده، وكيروش طبعا طبعا طبعا. ليه يا ابراهيم؟ لان الناس عرفوا القماشه اللي معاه من اللعيبه دي هلعب باهني طريقه بالظبط كده، فدي اللي لايقه علينا. كابتن حسن شحاته، هات القايمه بتاع الكابتن حسن شحاته كده يا ابراهيم، مرعبين. لو لعبوا مع بعض في اي حته من غير، يعني مع احترامي لكل لو من غير جهاز فني هيلعبوا. شخصيات ولاعيبه جامده وكل حاجه في الملعب يا ابراهيم. لا وفي المعسكر مختلفين. لما بقى كمان معاهم مدير فني جامد زي الكابتن حسن شحاته، فانت خلاص بقى انت خدت 3 ورا بعض مع كابتن حسن شحاته. لا وانت هم مختلفين يا ابراهيم وانت قاعد معاهم اعلى بالصوت، كل ما صوت الدوشه تعلى اعلى انت بالصوت، احنا ما فيش حد هيغلبنا. فوانت قاعد معاهم في المعسكر يا ابراهيم هم بيعرفوا يلموا بعض. اللعيبه الكبيره بتاعت المنتخب مع كابتن حسن شحاته صحيح بيعرفوا يلموا بعض. وكابتن حسن شحاته كان عنده ميزه اللعيبه بتحبه،
حتى اللي ما بيلعبش. يعني انا ما كنتش بلعب مع كابتن حسن شحاته بس كنت بحبه. شيكا يمكن احنا ما حكيناش القصه دي. ثانيه واحده يعني دقيقه صمت يا جماعه. اللي بيفتح التلفزيون دلوقتي ومستغرب من الصوت احب اقول له انه دي عاصفه عاديه جدا، وعشان احنا الاستوديو بتاعنا في ارض الملعب في سوق واقف، فطبيعي تسمع على شكل خيمه، فبيروح ويجي. ان شاء الله باذن الله بكره يا اما العاصفه تقف يا اما مش هنطلع. فان شاء الله باذن الله هتلاقوا اللعيب ده بكره مش موجود. حله اهو زي ما بقول لك كده. انا كده بكره مش موجود. طيب كده احنا ما حكيناش القصه دي يا جماعه. قبل ما نسافر الدوحه يمكن باسبوع او باسبوعين، شيكابالا وكابتن اسامه نبيه وانا زرنا الكابتن حسن شحاته، والحقيقه الموضوع كان في منتهى الجمال. يعني كابتن حسن انا اتبسطت ان احنا اطمنا عليه، وانبسطت كمان من استقباله لينا، انا بحب الراجل ده جدا يا شيكا بصراحه. كابتن حسن شحاته قيمه كبيره جدا. انا بحس يا ابراهيم بس الناس دايما تقول شيكابالا والكابتن حسن في ما بينهم مشاكل فاترتبت كده بظروفها برضه، عشان الناس اترتبت بظروفها. انا وشيكا وكابتن اسامه نبيه وكابتن اسامه نبيه رفع سماعه التليفون، كلم كريم حسن شحاته، كلم اسلام حسن شحاته، على طول كنا في بيت الكابتن حسن شحاته بنطمن عليه، ولقيت العلاقه طبعا زي الفل. بس انا عايز احكي حاجه بس قبل واحنا طالعين يا ابراهيم. احنا رحنا فجاه كنت انا وانت وكابتن اسامه نبيه. واحنا طالعين فالناس يا نجوم مصر يا نجوم مصر. واحنا مش واخدين حاجه معانا. كان مشكله وحشه قوي. يا نجوم مصر. قعدنا نبص لبعض كده احنا طالعين مش حاجه خالص. مفيش قاعه خالص، مفيش حتى بوكيه ورد. فابراهيم واقف قال لك لا اقفوا بس ثانيه واحده بس يا نجوم مصر، ايه تعالوا بقى نروح نشتري حاجه ونيجي. عيب ما يصحش اخش على الراجل كده. كابتن حسن كابتن حسن جميل. ربنا يا رب يمتعه بالصحه يا رب، ويغنمه دايما السلامه، ونشوفه دايما في افضل صحه وافضل حال. يعني ده الراجل ده يا جماعه سبب سعاده وسبب انبساط كبير للشعب المصري يعني. وسبب ناس كتير شجعت الزمالك عشانه. ده حقيقي طبعا، ده حقيقي طبعا. انطلاقته كمان في الكويت عملت شعبيه كبيره كمان لنادي الزمالك في انا ليه بقول على كابتن حسن شحاته؟ كابتن حسن شحاته اعظم لعيب دخل في مصر. ليه بقى؟ لعب في كل المراكز. دي ما حدش يقدر يعملها الا غير هو كابتن حسن شحاته. لعب مدافع، لعب في نص الملعب، لعب مهاجم، لعب وينج، لعب باك، لعب في كل المراكز. هو جون بس اللي ما لعبوش. وكل حته لعب فيها كان بيجيد فيها. فكابتن حسن كان مختلف جدا يا ابراهيم، وانت شفت التعامل لما طلعنا واتكلمنا. هو بجد ما فيش مشكله بينه وبين كابتن حسن. لا ده هو مدير فني ما كانش. وانت حصل ما بينك وبينه تاتش في الزمالك. في الزمالك وانتهى يا ابراهيم وخلاص، واتكلمنا بعدها على فكره. بس انا من نوع ابراهيم ما بحبش اطلع اقول اللي انا نبروز حته اللي هو ايه. انا رحت لكابتن حسن شحاته، انا اتكلمت مع كابتن حسن شحاته، انا رحت لكابتن حسن شحاته واتصورت مع كابتن حسن شحاته. بس لا يعني انا من الناس يا ابراهيم كنت متضايق، ما كنتش قادر اروح له وهو في المستشفى، ما كنتش عايز اشوف كابتن حسن شحاته في الموقف اللي هو يبقى في المستشفى. لان انا بالنسبه لي كابتن حسن شحاته الصوره اللي انا راسمها له اللي هو اسد واقف صحيح. فما كنتش عايز اروح المستشفى وهو في المستشفى. عشان كده لما راح البيت واتكلمنا على طول، كلمنا كريم ورحنا له، قعدنا نهزر ونفتكر حاجات ونضحك وانبسطنا. وابن كريم معايا في فرقه في نادي جيا ابراهيم، فهو بجد ما فيش حاجه.